مصطلحات إنجليزية بس بالأسواق. تعالوا خلينا ناخذ فرة. كمثال عندنا هذا الحمص. This is called chickpeas. بس نجي لهذا الحمص شو يسموه؟ يسموه hummus نفس الكلمة العربية hummus. And all of these are spices اللي هي بهارات. This and all of these are called dairy products يعني منتجات ألبان dairy products. هذا الراشي شو يسموه الأجانب؟ It's called tahini. This is called vegetable oil. هذا اسمه vegetable oil. بس عندنا شنو نوع ثاني؟ olive oil اللي هو زيت الزيتون olive oil. وحفاضات الأطفال they're called diapers. ذني الحفاضات called diapers. وهذا معطر الجو اسمه air refreshener معطر جو أو ملطف جو. رقم 8 candles. شنو رقم 8 candles؟ والشمع هو candles. وهذا الكلور نفسه كلور بس شويه نضيف له it's called chlorine. اللاصق هو duct tape. والمرطبان شو اسمه it's called a jar. زين اللي بداخله it's honey عسل so it's a honey jar مرطبان عسل. تعالوا خلينا نجي على الفواكه. come with me. pomegranate, kiwi, grapes, apples. واللالنجي اسمه tangerine.